هالأحال حلوة والكلمات العميقة من تأليف إيلينا كوزي مدير قناة شمس ما غيره، يلي يبدو أنه ترك كتابة الشعر وانتقل لأعلام الأحا وركوب الترند وتجارة اللايك على حساب الشعوب. وأعلن أنه ما بيذيع لقاء السيد الرئيس لأنه مو مناسب للنشر وفي صب للزيت على النار حسب كلامه. وبما أنه الإخبارية السورية نشرت اللقاء، خلينا نشوف جزء منه لنفهم كيف اعتبروه مو مناسب. المكون الكردي مندمج مع الحالة السورية، يعني اليوم هناك أحياء في وسط دمشق فيها مكون كردي ومندمجين مع الحالة السورية ويدرسون في الجامعات. اليوم الحكومة السورية فيها أحد أهم الوزارات، مثلا وزارة التربية مثلا هو من المكون الكردي من كوزير في الله. نحن عرضنا أن يدخلوا في الانتخابات في البرلمان، منعوا في مناطق شمال شرق سوريا أن تجري انتخابات للمشاركة في البرلمان السوري القادم، في مجلس الشعب القادم. للأمانة إيلي معه حق، لأنه كلام السيد الرئيس مو مناسب لرواية قصد وميليشيات البي كي كي يلي عم بيحاولوا ينشروها عن طريق أبواقهم وعم بيسوقوا أنفسهم كحامين لحقوق الأكراد. عزيزي إيلي، بغلاوة فكر الآبو عليك، ما رح نقلك كون حيادي، بس على الأقل صير رجال مرة واحدة وقول هددوني بتكسير القناة وقطع رزقي إذا نشرت اللقاء. قول إنه السيد الرئيس فضح حمالتهم وإجرامهم وكشفهم لأخواتنا الكرد على حقيقتهم، ومانك حابب الناس تصحى من وهم قنديل. فأنت تفاوض جهة لا تستطيع أن تنفذ الاتفاق الذي توقعه معك. يعني هناك ارتباطهم في قنديل أيضا واضح بشكل علني، مهما قالوا أن هذا الأمر ليس هناك ارتباط أو ما شابه. القرار الفعلي هو لقوة عسكرية وأمنية داخل تنظيم قسد. فبرضاي عليك حركات التعايش السلمي والخوف من التحريض بلاها، لأنه حارتنا ضيقة ومنعرف سعرك. ورسائل الرئيس وصلت من يوم عين بوزارة التربية، وهي من أهم وزارات شخص كردي، وفاز أكراد بأصوات العرب السوريين بانتخابات عضوية مجلس الشعب الأخيرة. بكل حال كتر خير الرئيس يلي خلى الناس تسمع باسمك وتعرف إنه في قناة اسمها شمس.